مستثمرون ومصنعون وموردون ومهندسون ومسؤولون حكوميون اجتمعوا لتدشين مشروع أمضوا سنوات في إنجازه ليكون أول مشروع من نوعه في الكويت. محطة شمال الزور أول محطة مشتركة خاصة لتوليد الكهرباء، وأول مشروع للبنية التحتية للطاقة يتم تنفيذه بناء على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذه المحطة سوف تقوم بتوليد 10% من القدرة الإنتاجية من الكهرباء، كما ستقوم عند اكتمالها نهاية العام المقبل بإنتاج ما يوازي 20% من إجمالي إنتاج المياه الصالحة للشرب. الحكومة ترى في المشروع منافع كبيرة للجميع. ما يميز هذا المشروع أمرين رئيسيين. أولا أن شركة شمال الزور ستطرح للكتاب العام، وستكون فرصة استثمارية فيها عائد شبه مضمون، لأن الحكومة ملتزمة بشراء الإنتاج والعوائد كذلك شبه مضمونة. الأمر الآخر والمتميز في هذا المشروع هو أن من خلال عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص استطاعت دولة الكويت بأن تجلب أفضل التقنيات. وتعد أهمية المشروع فوائده المباشرة، إذ يرى البعض أنه سيكون لبنة رئيسية لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي الذي يهيمن عليه القطاع العام. الجانب الأساسي اللي يقوم فيه هيئة الشراكة اللي احنا مسؤولين عنها هي تحويل جزء من الدور اللي تقوم فيه الحكومة كمشغل لهذه المشاريع إلى مراقب لهذه المشاريع، وتعطي الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه المشاريع وإدارتها. الطلب على الكهرباء تضاعف خلال السنوات العشر الماضية، ومن المتوقع أن يستمر نموه بواقع 7.6% سنويا. الكويت التي تواجه صعوبة في إقناع المستثمر الأجنبي بدخول أسواقها قد تجد في هذا المشروع نموذجا ناجحا. الحكومة التي أبرمت اتفاقية مع الشركة لشراء منتجاتها لمدة 40 عاما قدمت تطمينات للمواطنين الذين يخشون زيادة أسعار الكهرباء في المستقبل بهدف تحقيق أرباح أكبر. أجهزة الدولة تعي أن لما تطرح مثل هذه الشركات وتأخذ زمام المبادرة فيها لابد يكون في ضمانات للمواطن الكويتي بأنها راح تكون شركات جادة وشركات ذات عائد مجزي لاستثماره. وقد بلغت كلفة إنشاء المحطة $1,400,000,000 أمريكي، 80% منها تم تمويله من خلال قروض بنكية. محطة شمال الزور هي باكورة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي أول مشروع للقطاع الخاص للبنية التحتية في مجال الطاقة. مشاريع يأمل الجميع أن تساهم في تخفيض التكلفة على المال العام وتمكن القطاع الخاص من لعب دور رئيسي في التنمية. سعد العنزي، سكاي نيوز عربية، الكويت.